السلام عليكم الاخوات المشاهدين. اليوم بغيت نشارك معكم هذه الحلوه بارده وكتجي شكل راقي ولذيذه. ومقادير بسيطه، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بلا ما نطول عليكم غننتقلوا للمقادير. كما كتشوفوا عندي واحد نص كيلو ديال الكاوكاو محمر ومطحون بالقشور ديالو، عندي لاروم ديال الليمون، عندي ماء الزهر، وغادي نستعملوا هذا صوص كراميل. كما كتشوفوا هذا راه صنع منزلي، واللي بغى راه لايحه في القناه ديالي ديجا. كما كتشوف هاد المقادير راه كيجي رائع، تقريبا شي نص كاس هكايا ديال صوص كراميل على حسب الكاوكاو نتوما اللي درتو. كما كتشوفوا دابا غنضيف واحد المعلقه صغيره عامره بلاروم ديال الليمون، وثيقوا بيا راه كتجي رائعه. واللي بغى يضيف حتى الزهر، شويه ديال الزهر، الروح ديال الزهر يضيفوا، ولكن بهاد النكهه هذه ديال الليمون راه كيجي خطير مع الكراميل والكاوكاو. ثيقوا بيا، غير جربوها راه ما تندموش عليها. غنحاول دابا نجمع هاد الكاوكاو مع هاد الكراميل هذا ولا روم، نحاولوا نجمعوهم. من بعد نبقى نضيفوا ما زهر بشويه بشويه باش يتجمع لينا الخليط ديالنا، يولي عندنا هكايا بحال عجينه رطبه، يعني كتحكموا فيها تكوروها. نتوما كما كتشوفوا غنكبو غير بشويه بشويه هكايا ما زهر، وحنا كنبركو مزيان باش تجينا معلكه، باش تجينا الحشوه ديالنا معلكه، باش حتى داك الكاوكاو يطلق اليدام ديالو ويندمج مع دوك المكونات اللي درنا قبيله. غنكمل هاد شويه اللي بقى الصوص كراميل لاصق قبل ما نخليوه يضيع. نزيد كميه ديال المزهر. كما قلت لكم ما تحاولوش تجريوه بزاف، غنبقى نضيفو غير بشويه بشويه وانتم كتعلكوا بيدكم هكايا، وداك الدهون اللي حتى في الكاوكاو كيزيدوا يطلقوا. غنضيف واحد شويه بلي باقي شويه خاصو. كما كتشوفوا نشوف دايره التكورات ليا دابا بحال الشكل، حيت تجمعوا هكايا وتحاولوا تشكلوا بيدكم. الا تكون لكم هكايا كويوره والعجينه رطبه بارك عليكم. كما كتشوفوا دابا صافي ما غاديش نضيف ما زهر، انا وصلت لذاك القوام اللي بغيت. وكما كتشوفوا كنجيب واحد المول السيليكون كندوبوا الشوكولا بيضاء. انا كنستعمل كالا كندوبها بحمام مريم، ما كندير حتى اضافات. كنكب هكايا فيهم وكنجيب واحد المعلقه كنحاول نطلع الشوكولاط للجنيبات، اولا كتهزوا هذا السيليكون كتدوروه بيديكم هكا حتى كيتلبس هذاك الاطار الدائري كامله بالشوكولاط. من بعد كندخلو المجمد ديالي يجمد، عاد كنبقى نعمرو بالكاوكاو بهذه الطريقه هذه. سمحوا لي ما صورتش لكم هذه اللقطه، ولكن راه ساهل. كما قلت لكم استعملوا كالا بدون اضافات، ما تضيفوا لا حليب لا زيت لا حتى حاجه. دوبوه في حمام مريم وكبوه هكا وبقى طلعوا بالمعلقه اولا السيليكون تشدوه بيدكم، بقى دوروا على الجنيبات حتى كيتلبس كامل ودخلوه للمجمد. راه ساهل، اي واحد بالامكان، اول تجربه للشخص غادي ينجح ليه، يعني ما فيش شي صعوبه ولا شي حاجه، ودغيا تيوجد. من بعد ما عمرت هاد المولد السيليكون ديالنا بالحشوه كما كتشوفوا، غادي نضيف شويه د الشوكولاط من الفوق. نحاولوا نغطيو هذيك الحشوه، الطبقه ما تكونش غليظه بزاف، غير بهذه الطريقه هذه. هانتوما كي كتشوفوا، ونعاودوا نردوه للمجمد ديالنا باش يجمد لينا غير هذا الفوق. اما داك لتحت راه جمد صافي، راه جامد. غير هذا الفوق هذا يجمد لينا صافي ونحيدوه. ثقوا بيا كيجي معلكه وكتيحماق عليها الكبير والصغير، كتجي لذيذه لذيذه.
ماشي مشكل واخا هكا الشوكولاط بقى لينا في الجنيبات، ماشي مشكل. كما كتشوفوا ها هو الشوكولاط ديالنا جمد كما كتشوفوا. كنحاولوا نحيدوا دوك الجنيبات هكا باش تقاد لينا، كيبان شي هكا دوك الزوائد اللي كيكونوا في الجناب هكايا تتحيدوهم بيدكم. ها نتوما بحال هكا كتكسروهم راه دغيا. شوفوا الشكل ديالها كي كتجي رائع. كما كتشوفوا هنايا درت شويه ديال الناباج، معلقه ديال الناباج ومعلقه ديال الكليكوز وذوبتهم. وهنايا عندي هاد الحبيبات هادو باش غادي نزوق، ها هما. اللي بغى يدير دوك الفضيين كل واحد على حسب التزيين، كل واحد والذوق ديالو، كل واحد الاختيار ديالو. كنجيب واحد البانسو كما كتشوفوا، كنديروا واحد الجره خفيفه في القنت ديالها غير في الجنيب هكا صغير، وكنحطوا عليه هذوك الحبيبات. كما قلت لكم بالنسبه للزينه كل واحد والذوق ديالو. هانتوما كنحاولوا نصايبوهم وكنحطوهم في هاد الكويرطات هادو. هانتوما كما كتشوفوا كيجيو هائلين في المنظر. هما المذاق ما نعاودش لكم، نتمنى تجربوهم. وإلا عجبوكم ما تنساوش تدعموني في القناه وتشاركوا مع الاصحاب ديالكم والاصدقاء باش يوصلكم ديما الجديد. هانتوما كي كتشوفوا الشكل ديالهم. كتشوفوا الاخوات ديالي راه هذا هو الشكل النهائي، وخرجت لي هذه الكميه كيلو. وبالنسبه لثمن البيع 80 درهم، 16% ديال الله يجعل البركه فيها الخير والبركه. واخا انها